التحلية تاع اليوم خارجة على المألوف، مكونات تري برونشي مع شهر رمضان الكريم. سورتو الدقلة اللي نستهلكوها بزاف في شهر رمضان، صحية إلى أبعد حد، يعني لو ماكس ماهيش صحية 100%، مي صحية وتمد بزاف الطاقة، سورتو للناس اللي يحبوا زعما هكذا يفشلوا في النهار، ولا هذه ريحة تمد لهم طاقة بزاف مليحة. المكونات اللي نستعملوا فيها عبارة على سبيكولوس، لاباط تاع الدقلة، زبدة الكاوكاو، و لا كريم ليكيد 35% ماتيير غاز، خاصة بالحلويات باسكو رايحين نخفقوها. اول حاجه رايحين نبريباريو لاباط تاع الدقله تاعنا. كنت حكمت حبيبات تاع دقله بحوالي 7 ولا 8 حبات تاع دقله، غسلتهم، نحيت لهم بيان سور هذيك العلفه اللي في الوسط. رايحه نحطهم في الحليب ونحطهم فوق النار حتى يغلاو لي. تقريبا هذاك الحليب رايح ينشف كامل، والدقله هذيك تقريبا تذوب وتديجاجي الحلاوه تاعها كامله. نخليوهم كما قلت لكم حتى يغلاو وينشف هذاك الحليب لو ماكسيموم، ومن بعد نحيوهم ونجيو نرحيوهم في انا شواغ كيما تشوفوا. آه نسيت ما قلت لكمش بلي في الاخر نزيد لها ملعقه تاع زبده. اللي يحب يزيد لها ملعقه تاع لا مارغرين هو حر، يعني انت واش متوفره عندك ملعقه صغيره فقط، ونخلطها معاهم الدوب. ابخي نجيب قلت لكم نرحيوها في لاشواغ كيما هكذا. وباش نزيد نرونفورسي لوغو تاع الدقله هذاك، رايحه نزيد حبات تاع دقله واحد اخرين، زدت 5 حبات باش نزيد في الذوق، وباش نزيد في كيما نقولوا نرونفورسي لا كولور، باسكو كي تترحى رايحه تولي لا كولور هذيك تتلاشى شويه، سورتو وحنا رايحين نخلطوها مع لا كريم ليكيد. نزيدو نميكسيوها تري 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 بيان حتى تولي لنا كوم اون بات. فوالا كيما لهنا نحتفظوا بها دو كوتي، ورايحين نديروا لا دوزيام بريباراسيون تاع لو ديسير تاعنا اللي هو عباره على زبده الكاوكاو. زبده الكاوكاو تقدروا تشريوها كيما تقدروا تبريباريوها في الدار، مي انا نحب نديرها في الدار باسكو بدون حوافظ، بدون مواد مضافه، وتاني راح تستكلف لي اقل وتوجد لي كميه كبيره. حكمت الكاوكاو تاعي حمصته في الاير فراير ولا في الفور 8 دقائق حتى نتحصل على لون كيما هكذا مش ماشي. ما نحمصوش بزاف باسكو كي نحمصوه بزاف رايحه زبده الكاوكاو تاعنا تجي تفيري الذوق واحد اخر، يعني هكذا اون ديري بنة القهوه ولا محروقه. مي هكذا نديروه مش ماشي باش نتحصلوا على الذوق المليح. رايحه نرحيها في لاشواغ هذاك بدون اي اضافات. اذا كان لاشواغ تاعكم بويسون رايحين تحصلوا على زبده الكاوكاو بدون اي اضافه. اذا كان لاشوا شويه ضعيف تقدروا تزيدوا شويه تاع زيت، مي باش تكون صحيه جو بريفير يكون زيت جوز الهند الخاص بالطبخ، لانه ما رايح يخلي لنا حتى غيركو في لا بريباراسيون تاعنا. كي نرحيو ونخليو لاشواغ تاعنا دو طون زون طون تروبوزي باش ما يصرى لها والو. وفوالا شوفوا النتيجه اللي تحصلوا عليها، زبده الكاوكاو كيما اللي تتشرى واحسن كيما نقولوا، باسكو من الناحيه الاقتصاديه ومن ناحيه تاني تاع لا كونفيونس، حاجه خدمناها في الدار راح تكون خير وخير. وشوفوا لا كونتيتي الله يبارك اللي وجدت لي راهي قدامكم، يعني ما شاء الله، وتجي نفسها روعه، يعني ما عندي ما نقول لكم، اقتصاديه وبنينه. انا قلت لكم لهنايا كنت زدت حمصت الكاوكاو شويه، على بها كاينه هذيك لابارتي جات شويه فاتحه وهذه شويه فونسي، زدت حمصتو باسكو هكذا بانت لي كون نزيد نحمصو شويه خير. نحطو دو كوتي ونروح نبريباري. نطلع لا كريم ليكيد تاعي اللي باش نبريباري لا موس تاع الدقله. لهنايا انايا كنت زدت ملعقه تاع سكر، بصح من ورا ما دقتها يعني جاتني حلوه شويه بزياده، يعني دو بريفيرونس ما تزيدوش الملعقه تاع السكر هذيك لا كريم ليكيد، يعني طلعوها هكذاك برك ريحه تجي الحلاوه معتدله. بورطون زدت لا اون كوش تاع البور دو كاكاوات ماهيش حلوه، قلت زعما تعدل لي الذوق، مي هكذاك وجاتني شويه حلوه. الوغ الناس اللي ما يحبوش الحلاوه نفضل انكم ما تزيدوش هذيك الملعقه. فوالا ونروحو نضيفو هذيك لاباط تاع الدقله اللي كنا بريباريناها كيف كيف. لاباط هذه تاع الدقله تقدروا تبريباريوها كاريمون بالماء، انا حبيت نبريباريها بالحليب هكذا باسكو خاف تكون طول لي ولا نخاف تقراص لي ولا كش ما يصرى لها. سي بور سا درتها بالحليب وغليتها فيه باش نكون مطمنه من لو ديسير تاعي.
فوالا، ونخلط لا كونتيتي كامله تاع هذيك لاباط مع هذيك لا كريم ليكيد. لا كريم ليكيد كنت حطيت ابيبري واحد لي 150 180 غرام ماكسيموم، باسكو ما راحش نبريباري كميه كبيره بالنسبه لعدد حبات تاع الدقله كنتي وشفتيهم في لي زالونتور تاع 15 حبه ماكسيموم. والكميه تاع الحليب تاني ما حكيتش عليها، ما نكتروش، يعني حوالي فنجان برك ولا فنجان نقص شويه اذا كان كبير بزاف. فوالا، نحركوهم ونروحو نخلطوها بلوتو، ونروحو نحطوها في اون بوش باش تجيني عمليه ملء لي فيغين تاعي سهله، وتجي عمليه كيما نقولوا يبقاو لي فيغين نضيفين، ماشي مطلسين كون نعمرهم بالمغرف. انايا رحت خيرت لي فيغين هادو بانوا لي صغيورين، مي اون فان دو كونت بانوا لي كبار كي جينا ناكلوهم، باسكو تحليه اللي فريمون جوغ ثقيله هكذا، ماشي تاع فيغين كبيره. دو بريفيرونس نتوما ديروا دي فيغين اقل من هكذا، ولا لا فيغين هذه رايحين ياكلوها دو بيرسون. لا بروميير كوش كنت درت هذاك لو بيسكوي سبيكولوس اللي يجي هكذا دي غرومو حبيبات، ولا يجي بزاف بنين ومقرمش. ومن بعد درت طبقه تاع لاموس تاع الدقله هذيك، يعني ريحه ميم سي زعما ما نقول لكمش وش هي، اللي يذوقها يعرف باللي موس تاع الدقله، باسكو فيها البنه تاع الدقله تبقى باينه، مش ما تختفيش. بعد ما نحط لا كونتيتي تاع لاموس نروح نزيد طبقه تاع زبده الكاوكاو. زبده الكاوكاو لهنا رايحه تتماشى لي بزاف مع الدقله. ديجا كاين لي دات فوغي اللي يحشيوهم باللوز، واصل لي دات فوغي هما بالكاوكاو في اصلهم بكري، يعني ايام النيه وايام لا سامبليسيتي. نروحو نسويو هذيك زبده الكاوكاو، باسكو اصلا راهي سائله هكا. جو تابوت باك لي فيغين تاعي رايحه يرجع لي السطح املس. حطيت كيما قلت لكم طبقه، شوفوا كيفاش يجي مام المنظر تاعهم باهي، لا ديغراداسيون تاع لي كولور، ومام التناسق في الاذواق جا بزاف 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 مليح. نزيد نختمها بطبقه تاع لو بيسكوي سبيكولوس هذاك. أه شريته هكذا واجد مفتت، يعني ماشي انا خدمته في الدار ولا. فوالا، قلت لكم نحطو طبقه نختموها بها. ما حبيتش نزيد هكذا نوع خلاف تاع مكسرات، ولا نزيد لاموس، ولا حبيت نحافظ على نفس المكونات، ما نخربطوش بزاف باش ما يذهبلناش لو غو برينسيپال تاع لا فيغين تاعنا. في الاخر شوفوا شكلهم كيفاش جا بزاف مليح. هذه التحليه بزاف صحيه، سورتو اذا نحيتيو السكر من لا كريم فريش وعوضتيو لا كريم فريش هذيك النباتيه بون كريم فريش حيوانيه. وتقدروا تاني تيليمينيو لو بيسكوي سبيكولوس هذا وتعوضوه بنوع تاع مكسرات ولا كاوكاو مكسر هكذا، باش تجي كوميم هكذا حاجه مقرمشه في لافيغين تاعنا. يجي بزاف بنين وبزاف صحي، سورتو للناس اللي يديروا دي زونطرينمون في رمضان، ولا للناس اللي تفشل ما عندهاش لينيرجي، راح يمد لكم بزاف لينيرجي. خارج على المألوف وخارج على لا روتين تاع التحليات العاديه. جيسبر تجربوها وتعجبكم. في الاخر نقول لكم صحه رمضانكم وصحه فطوركم، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. في الاخر نقول لكم سلام.